تعرف ان انت عمرك ما اشتريت دومين في حياتك، انت بس مأجره. هقول لك ليه بتدفع اشتراك سنوي لموقعك واللي بيحصل في الكواليس. في الاصل اي موقع على الانترنت هو مجرد ارقام طويلة اسمها الاي بي ادرس، وعشان صعب على البشر يحفظوا الارقام دي تم اختراع الدومين عشان يكون هو الاسم التجاري السهل اللي بيوجه الناس لموقعك زي مثلا جوجل دوت كوم. لكن ليه بندفع عليه كل سنة؟ لانك فعليا ما بتشتريش الاسم تمليك للابد، انت بتأجره من شركات حجز النطاقات تحت اشراف منظمة دولية اسمها ايكان. والاشتراك السنوي ده هو الضمان الوحيد ان العنوان ده يفضل محجوز باسمك ومحدش غيرك يقدر يستخدمه. وعشان كده لو نسيت تجدد في الميعاد الدومين بتاعك بيرجع متاح لاي حد تاني يقدر يشتريه في ثواني. وهنا بتيجي اهمية تفعيل التجديد التلقائي او الاوتو رينيو. الخلاصة الدومين هو بمثابة هويتك الرقمية، واشتراكك السنوي هو تمن حمايتها. قول لي لو هتعمل مشروعك الخاص، ايه اسم الدومين اللي هتعجزه؟ اكتب لي في الكومنت. لايك وسبسكرايب عشان الفيديو الجاي هنفكك فيه سر الكوكيز.